ازاي اغير حياتي في خلال اسبوع واحد بس؟ اكتر حكمه بتاثر فيا هو ان الوقت لا يعود مره اخرى، يعني اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش. وانا طبعا مش هعمل فيديو مخصوص عشان اجي اقول لك كلام مكرر وسمعناه في فيديوهات كتير. انا عارفك انك زهقت من الكلام الكتير اللي كل الناس بتكرره في الفيديوهات ويقول لك استغل وقتك صح والكلام ده كله، لكن انا زيك بالظبط بعاني من الناس اللي بتعمل كده. عشان كده انا عملت الفيديو ده، لاني بعاني برضه من عدم استغلال الوقت، وعشان انا زيك بالظبط بعاني من عدم استغلال الوقت بصوره جيده، فعملت الفيديو ده عشان اشجع نفسي واشجعك ونبدا مع بعض نبدا حياه حلوه. وخلي بالك هننهي الموضوع ده من خلال الفيديو ده بس، وبعد ما تتفرج على الفيديو هنبدا الطريقه من النهارده، وفي خلال اسبوع هنغير حياتنا وهنستخدم الوقت بشكل جيد، سواء بقى كنت بتذاكر او شغال او اي حاجه من دول. طب ما تيجي بقى نخش في الموضوع ونخلص. عايز اقولك ان انا وانت وكل الناس او معظم الناس بندخل سجن كل يوم 4 ساعات على الاقل. تخيل بقى لو انت كل يوم بتتحبس 4 ساعات، ولا هتنجز حاجه في حياتك ولا هتعمل اي حاجه في حياتك غير انك بس هتلوم نفسك، هو انا موجود في السجن ده ليه؟ مستقبلك طبعا بيضيع من خلال ال4 ساعات اللي انت بتدخل فيهم السجن ده. والسجن ده خلي بالك مش عباره عن 4 حيطان وبندخله خلاص، لا ده السجن ده موجود في جميع انحاء الدول وكل الاشخاص بتدخل السجن ده. السجن ده بيكون عباره عن 4 ساعات، انت ممكن تكون موجود في السجن ده دلوقتي عادي طبعا، سواء كنت في المواصلات او في الشغل او بتذاكر او اي حاجه، حتى وانت داخل تنام بتدخل السجن ده. وانا واحد من الناس بدخل انام الساعه 11 وبعد كام ساعه كده ببص في الساعه بلاقي الساعه 2 او 3 بالليل، وده بسبب الموبايل اللي انا بمسكه 4 ساعات او 5 ساعات كل يوم. باجي تاني يوم بلوم نفسي، هو انا عملت كده ليه؟ اكيد انت عرفت دلوقتي السجن ده هو ايه بالظبط. ايوه بالظبط كده، الموبايل اللي احنا بنمسكه كل يوم 4 ساعات او اكتر او اقل. وطالما بنلوم نفسنا كل يوم الصبح عن عدم استغلال الوقت بصوره جيده، فبكده احنا بنعمل حاجه غلط. اكيد الوقت اللي بنستخدم فيه الفيديوهات في ال4 ساعات دول، سواء بقى كان فيديوهات ملهاش اي 30 لازمه او السوشيال ميديا او بنتفرج على فيلم او بنكلم حد من صحابنا 3-4 ساعات عادي او بنلعب ببجي او اي لعبه في الدنيا، المهم ان الوقت بيعدي وبيكون 4 ساعات موجودين داخل السجن ده كل يوم وبنرجع نلوم نفسنا. طيب نحل بقى المشكله دي ازاي؟ صلي على النبي. في حكمه عجبتني قوي وبتقول ان لا يوجد وقت ضائع، لكن هناك وقت غير مستغل بشكل جيد. يعني الوقت اللي بيعدي ويفوت مننا والله ما بيضيع، لان كده كده الوقت ده هيعدي مش هيستناك عشان يعدي، ولكن احنا نفسنا ما بنستغلش الوقت ده بصوره جيده. فعشان كده بنيجي تاني يوم ونقول احنا ضيعنا وقت. لا انت ما بتضيعش وقت، الوقت عمره ما هيضيع، انت اللي ما بتستخدمش الوقت بصوره جيده او بشكل جيد، سواء كنت بتذاكر او شغال او اي حاجه عايز تستفاد منها. وعشان نستغل الوقت بقى بصوره جيده او بشكل جيد ونشتغل ونذاكر ونعمل اللي نفسنا فيه، لازم ما نركنش الموبايل على جنب ونبدا من النهارده. لا ما تعملش كده، مش بقول لك اعمل كده، ولا بقول لك احذف برامج السوشيال ميديا وابتعد عن السوشيال ميديا دلوقتي، ولا بقول لك احذف الالعاب وما عدتش تلعب، ودي اكبر غلطه احنا بنقع فيها. اول ما بنسمع فيديو زي ده بنروح حذفين السوشيال ميديا ونروح حذفين الالعاب ونركن الموبايل على جنب 2-3 بالكتير قوي، ولكن طبعا الموبايل بيوحشنا. عشان كده بنرجع بعد 2-3 وننزل كل البرامج، وبعد ما كنت بستخدم الموبايل 4 ساعات بقيت بستخدمه 5 ساعات على بعض، لانه طبعا كان وحشني ولازم ارحب بيه من جديد بقى. وعشان طبعا ارحب بيه ما بستغلش اي وقت نهائيا بسبب الاله اللي انت ماسكها والفيديوهات اللي بتتحكم فيه. يا جدع دي الاله اللي انت بتتفرج عليها منها دي بتاخد من عمرك اكتر من 8 سنين. لو انت فعلا بتمسك الموبايل كل يوم 4 ساعات، فانت بكده في السنه بتمسك الموبايل شهرين، وفي ال60 سنه بتمسك الموبايل 8 سنين. عمرك ما هتفكر في اهدافك غير لما تبتعد عن الموبايل، ولكن تدريجيا. خلينا بس نرجع لموضوعنا عشان ما نتوه. زي ما قلت لك كده، ما تبتعدش مره واحده عن الموبايل، لان عايزك تفتكر الحكمه اللي بتقول العمل بتأني بيوفر الوقت. يعني هتكسب وقت لو انت اشتغلت بالراحه كده في اي حاجه. يعني بدل ما النهارده نبتعد عن الموبايل خالص، لا ده هيوحشنا وهنرجع له تاني. لا النهارده نقعد على الموبايل 3 ساعات بس، وبكره يا عم ساعتين، وبعده ساعه واحده، وهتفضل تمسك الموبايل ساعه لمده شهر او اكتر، وبعد كده هتزهق اصلا من الموبايل وهتسيب الموبايل تدريجيا كده، وبكده هتفضي وقت لنفسك وتبدا تشوف حياتك هتمشي ازاي. خلي بالك انك لازم تكون حاطط هدف قدامك، هو انت ليه عايز تستغل الوقت بصوره جيده، ولازم يكون عندك هدف طبعا تستغل من خلاله الوقت ده. واعرف ان عدم التفكير في الامور الثقيله بيوفر الوقت. يعني مثلا ما افكرش في جواز دلوقتي لانه قدامي بدري، دي اول، فانا هفكر في جواز دلوقتي واقول انا عايز اتجوز. لا يا حبيبي مفيش جواز دلوقتي، فانت ما تضيعش وقت في حاجه انت مش قدها دلوقتي. فكر ازاي تكون نفسك، فكر ازاي تخلص تعليم الاول، تخلص جيش، وبعد كده كون نفسك وليكن، وبعدها هيجي الوقت المناسب اللي انت تفكر فيه وتستغل الوقت جيد انك ازاي تتجوز. تعالى لي بقى هات لي ورقه وقلم واكتب لي الكام حكمه اللي انا هقولها لك دلوقتي دي، عشان لما يعدي وقت ما تستغلهوش بشكل جيد يبقى تقرا الحكم والمقولات اللي انا هقولها لك دلوقتي. اول حكمه عندنا بتقول ان الوقت اثمن من الذهب، لان الذهب يمكن استرداده لكن الوقت
لا يمكن استرداده. يعني كل ساعة بتعدي من حياتك استغلها كويس، لأن الساعة دي والله ما هترجع تاني. استغلال الوقت بشكل فعال يمكن أن يفرق بين الناجح والفاشل. يعني الشخص الناجح استغل الوقت حلو جدا، ولكن الفاشل بقى فاشل لأنه ما استغلش الوقت بصورة جيدة. فأنت حسن من نفسك من النهاردة واستغل الوقت بصورة جيدة عشان ما تبقاش فاشل. عدم التخطيط للاستغلال الجيد للوقت يعني التخطيط للفشل. يعني لو ما استغلتش الوقت بشكل جيد يبقى انت كده بتخطط لفشل. المفروض انت تسيب الفيديو دلوقتي لان انا خلصت طبعا، وتشوف اهدافك وتشوف الوقت اللي انت هتفضيه ده هتستغله بصوره جيده ازاي. ويا رب تكون استفدت ولو بكلمه واحده من الفيديو ده، عشان انا زيك بالظبط انا بحاول استفاد من كلامي لنفسي وليكوا طبعا. وان شاء الله في الايام القادمه نعرف نستغل الوقت بشكل جيد. وانا من النهارده هطبق قاعده ان انا همشي تدريجيا في استغلال الوقت. وبكده انا خلصت الفيديو. ما تنساش بعد التعب ده كله تخبط لايك وشير للفيديو، ولو انت على الفيسبوك يا ريت تعمل فولو صغير كده مش هتخسر اي حاجه، ولو على اليوتيوب اشتراك للقناه عشان عايزين نفعل القناه للربح بقى. كفايه كده. كان معكم ايمن عطار. بيس.